معقولة الحلاوة والجمال دي كلها تطلع من البطاطا؟ حاجة كده بتدوب في البق، طعمها حلو جدا وريحتها جميل، حاجة منعشة ترطب علينا في الحر ده. ميكس الكريم كراميل مع البطاطا حاجة تحفة، لازم تجربها مع مشروب السعادة والفوقان الايس كوفي، حاجة كده تحفة. جبت حبتين من البطاطا حجم متوسط، غسلتهم كويس بفرشة الخضار وقشرتهم وبشرتهم، بقوا معايا بالشكل ده. لو حضرتك عايزة تقطعيهم مكعبات مفيش مشكلة، بس انا كنت عايزة اسهل من طريقة تسويتهم، فاما ابشرهم بالشكل ده واضيف عليهم نص كوباية مية مغلية وارفعهم على نار عالية لحد ما يستووا. هنجهز الصينية او القالب اللي هنضيف فيه البطاطا. هجيب كيس الكراميل وابدأ اضيفه كده فيه من تحت، ادهنه كده، هوزعه بالطريقه دي البطاطا بعد ما استوت معايا وسبتها تهدى شويه من السخونيه في الخلاط او الكبه هحطها. هضيف عليها كوبايتين من اللبن كامل الدسم علشان تديني طعم حلو. هضيف عليهم الباكت البودر بتاع الكريم كراميل. هضيف 3 معالق من السكر، والتحليه دي ترجع لحضرتك زي ما تحبي. معلقه كبيره من النشا عشان تظبط لي القوام. معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام تديني قوام كريمي ناعم. هضرب كل الخليط ده مع بعض وانعمه. بعد ما نعمت الخليط تماما هصبه في حله كده. هرفع الخليط على نار هاديه وايدي فيه بالتقليب علشان ما يتكتلش او يشيط بالشكل ده لحد ما يبدا يغلي معايا. بدأ يغلي الخليط بالشكل ده، احنا مش عايزينه يتقل، احنا عايزينه يغلي بس. هطفي عليه النار. هضيف له معلقه زبده كبيره تديلي غنى. ممكن بدل منها تضيفي معلقه قشطه كبيره او معلقه قشطه وش اللبن. هنصب الخليط في الصينيه او القالب اللي احنا مستخدمينه. هخبط القالب كده مرتين 3 عشان لو في اي فراغات، واسيبه يهدى تماما قبل ما ادخله التلاجة. وهدخله التلاجة لمدة ساعتين 3 لحد ما يبرد ويتماسك. هنعمل مشروب السعادة، مشروب الفوقان والروقان، حاجة كده تحفة. الايس كوفي بطريقة بسيطة وسهلة. عندك اي بطرمان في البيت يكون بغطا محكم الغلق بالشكل ده. هضيف فيه معلقة من القهوة سريعة الذوبان، زيها سكر، زيها مية مغلية، واغطي بالشكل ده وابدا ارجهم مع بعض علشان يديني الفوم الحلو بتاع الايس كوفي. هجيب مكعبات تلج، هضيف عليها اللبن الساقع، هضيف عليها الرغوه اللي عملناها. قلبي كده ودوقي احلى مشروب في الدنيا. الحلو بتاعنا بعد ما دخلناه التلاجة لمدة 3 ساعات جمد وتماسك بالشكل الجميل ده. يلا بينا نقلبه. ده شكل الحلو بتاعنا بعد ما قلبناه. لو عصلك معاكي في القالب ومش عايز يخرج، شويه ميه سخنين يا دوبك فيهم ثانيه بالظبط القالب، وارجعي اقلبيه هيتقلب معاكي بكل سهوله. شايفين الحلاوه والجمال بتاعه البطاطا؟ حاجه كده روعه، محدش هيصدق ان دي بطاطا. مفيش احلى ولا اطعم من كده.